هل تعلم أن القانون الجزائري يمنحك كمواطن عادي الحق في توقيف المجرمين؟ نعم، الأمر ليس خيالا ولا مشهدا من فيلم أكشن، بل هو نص قانوني حقيقي يثير جدلا واسعا في الشارع الجزائري. قبل أن نبدأ، فضلا منكم وليس أمر، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. في قلب المنظومة القانونية الجزائرية تبرز المادة 94 من قانون الإجراءات الجزائية كأداة فريدة تمنح المواطن دورا فعالا في حماية المجتمع ومكافحة الجريمة. هذه المادة التي تعود جذورها إلى سنة 1966 تنص بوضوح على أنه يحق لأي شخص ضبط الفاعل في حالة تلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس واقتياده مباشرة إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية. لكن ما المقصود بحالة التلبس؟ إنها الحالة التي يضبط فيها الجاني أثناء ارتكاب الجريمة أو فور انتهائها، بحيث تكون الأدلة والوقائع واضحة للعيان. في مثل هذه اللحظات لا يطلب من المواطن أن يكون رجل قانون أو ضابط شرطة، بل يسمح له بالتدخل لمنع فرار الجاني، شرط أن يكون ذلك دون استخدام القوة المفرطة أو اللجوء إلى العنف. هذا النص القانوني يثير جدلا واسعا بين مؤيديه ومعارضيه، فالمؤيدون يرون فيه تعزيزا لروح المواطنة والمسؤولية الجماعية، حيث يمكن لكل فرد أن يكون عنصرا فاعلا في حماية أمن المجتمع. أما المعارضون فيحذرون من احتمال إساءة استخدام هذه المادة، خاصة في ظل غياب التكوين القانوني لدى عامة الناس، مما قد يؤدي إلى تجاوزات أو حتى تحويل المواطن المتدخل إلى متهم. من هنا تبرز الحاجة إلى التوعية القانونية وإلى ترسيخ ثقافة احترام القانون والحدود التي يضعها. فالمادة 94 ليست دعوة للفوضى أو للعدالة الشعبية، بل هي وسيلة قانونية منظمة تستخدم في حالات استثنائية وتفعل تحت رقابة صارمة من الجهات المختصة. في النهاية يبقى السؤال مفتوحا: هل نحن كمواطنين مستعدون لتحمل هذا النوع من المسؤولية؟ وهل نمتلك الوعي الكافي للتصرف بحكمة في لحظات التوتر؟ الجواب لا يكمن فقط في نص القانون، بل في مدى نضجنا القانوني والاجتماعي. وأنتم، ما رأيكم؟ هل تؤيدون هذا القانون أم ترون فيه خطرا على المجتمع؟ شاركونا رأيكم في التعليقات.